ليكي انت عارفة انه الشفاف إلهم 3 طرق استعمال؟ هودي اللي انا بعرف فيهم، ممكن يكونوا اكتر من هيك. اول طريقة انت بتستعمل الشفاف لتحكي. في حدا يحكي من دون شفاف؟ ما صعبة، مش على علمك. بدك شفاف لتحكي، لتقرطي حكي، وهيدا شي شاطرة كتير في حضرة جنابك، وأنا شاهد على ذلك، بشهد أعبياض إذا في لزوم. هيدا كمشتيبة حرفنة انت، ما بدها اتنين يحكوا فيها. تاني استعمال لشفاف هو لتطلسي حمرة عليهم لمن بدك تزينيهم، لتحسي انك جذابة مثلا، او لمن بدك تغيري لهم لونهم ليلبقوا مع ثيابك او مع محنك مثلا. او بركي اوقات بتلونيهم لما يبينوا انهم بلا لون، ولتصيري اكتر كول تجي وبتطلسيهم حمرة، بتزينيهم شوي. وثالث استعمال يا تقبريني، وهيدا الأهم من بين الثلاثة، الشفاف لازم تعرفيهم عشفاف تانيين لا يختلطوا، لا يتفاعلوا، لا يندمجوا، لا ينصهروا، لأنه ما بيجوز يضلوا لوحدهم، حرام. ما هن خلقوا لهيدا الهدف، ليتشاركوا مع شفاف تاني. ما بدهم ياخدوا ويعطوا، يعني اعطيهم مجال. عرفتي كيف؟ اعطيهم. وانا شفافي ما بيشكوا من شي، يعني عرفتي كيف؟ ما مش معارفين عشفاف كتيرة كمان، ففيهم يتعرفوا مثلا، ما في تلاقي مصالح هون كمان. ليكي اي متى انت اخر مرة عرفت شفافك عشفاف تاني واستعملتيهم لغير ارض الحكي وطلس الحمرة مثلا؟ يا ريت بتنوريني ع هيك معلومة دخيل عرضك. شو قلتي؟ طيب احترامات.